بقى معقول يا بنات البطاطا تعمل العظمة دي كلها؟ عايزة أقول لِك بقى انسي حيرة كل يوم في ساندوتشات المدارس، وتعالي هاقول لِك على وصفة حصري بالبطاطا، بجد مش هتلاقيها في أي حتة، بجد هتعجبِك جدًا وهتقومي تطبّقي الوصفة على طول. ما هو أنا لمّا ألاقي البطاطا الكيلو ونُص ب5 جنيه يبقى لازم أستغلها صح. أنا جِبت كيلو ونُص بطاطا ب5 جنيه، غسلته كويس أوي، أوي، أوي زي ما أنتم شايفين خليتها زي الفل، وبعد كده حطيت عليها كوباية مَيّة ورفعتها على البوتاجاز على طول. أول ما تغلي كده هابتدي بقى أهدّي عليها النار خالص لحد ما تستوي، لإن أنا عايزاها مستوية كويس أوي، أوي. ولو وصلتِ معايا لحد هنا صلّي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بُصّوا بقى يا بنات البطاطا أنا هرستها زي ما أنتم شايفين وقدّامكم ناعمة خالص وبُصّي بوريه خالص زي ما أنتم شايفين كده. عايزة أقول لِك بقى إن أنا سِبت الهراس ده ونزلت بإيدي فيها، لإن كل ما باعجن فيها بإيديّا كده وألِت فيها بالاقيها بتدّي عرق ومَطّة معايا، فيبقى ليه ما نستغلّهاش ونعمل منها مخبوزات. عايزة أقول لِك بقى هنطلّع النهارده أحلى مخبوزات مع بعض، معلقتين لبن بودرة ومعلقة كبيرة من الزيت أو قطعة زبدة ومعلقة كبيرة من الخميرة ومعلقة صغيرة من البيكنج باودر، وهنحط عليهم 3 كوبايات ونُص من الدقيق العادي الفاخر، طبعًا نخلينه مرّة واحدة بس، وهنبتدي نعجن كل الكلام ده مع بعضه. عايزة أقول لِك بقى إن الفينو الولاد بيجيبوه، عايزة أقول لِك والله مش حلو خالص ويعني وغلّوه وعبارة عن مُحسِّن وحاجة كده ما لهاش أي طعم. اللقمة بقى دي هتاكليها هتفتح نِفس الولاد وحلوة أوي بجد ومغذية كمان. هنبتدي بقى نلِم العجينة بتاعتنا بعد ما لمّينا الدقيق خالص والدقيق اختفى، خدنا شوية مَيّة دافية، يعني حوالي ربع كوباية مَيّة دافية. دي بقى هتقوّم لي كمان العجينة معايا بسرعة، وآخر حاجة معلقتين زيت كده هالِم بيهم العجينة، وبس كده، العجينة نعمت في إيديّا وبقت زي بُصّوا زي الملبن كده، هنغطّي الوش بدقيق ونغطّيها ونسيبها بقى في مكان دافي لحد ما تخمر، وتعالوا بينا بقى نقطّعها بعد ما تخمر، بتاخد لها حوالي نُص ساعة، ساعة إلا ربع على حسب المكان اللي أنتِ حاطّاها فيه. هنبتدي بقى نقرّص كده إيه، عيش صغنّن كده، فاكرين زمان أمهاتنا لمّا كانوا بيعلّمونا الخبيز ويعملوا لنا عيش صغيّر كده عشان نعرف نرِحّه على إيدينا وإحنا صغيّرين، هنعمل قدّه كده أو أصغر منّه شوية، أو على حسب ما أنتِ بقى حابة. طبعًا بنحُط صينية بنرُش عليها دقيق، وبعدين بنقوم جايين مقرّصين العجينة بتاعتنا كِوَر كده زي ما أنتم شايفين، وطبعًا أنا مخلّياها طرية شوية علشان تفرد معايا بسرعة. تمام كده؟ أنا كده عملت كام؟ حوالي 13 رغيف. هنا بقى هاعمل لكم برضه حاجة تانية علشان الأسهل ليكم والأحسن ليكم اعملوه. حضّرت قوالب الcupcake كيك أو ممكن كمان في قالب الEnglish cake هنحطه بس هندّي له تعفيرة من الدقيق كده ونحط عليه يعني نحط فيه حتت عجين بس طبعًا هو لسه هيخمر فاعملوا حساب للخُمر. بعد ما يخمر بقى هنبتدي نحط الوش يعني شوية لبن، أنا جِبت شوية لبن كده ودهنت بيه الوش يدّي لمعة كده وعلشان الحاجة اللي أنا هاحطها فوق على الوش تمسك. حطيت بقى شوية شوفان، شوية حبة البركة، شوية سمسم، شوية سمسم على حبة البركة، وهنسيبه يخمر وبعد كده هندخّله الفرن. بعد كده بقى العيش اللي إحنا هنعمله هنبطّطه كده بس ما يبقاش رقيق أوي علشان لو رقيق أوي مش هينفخ معانا. وبس كده، هنحطه برضه في صاج وهندخّله في الفرن، أو ممكن تعمليه على مصفى، تقلبي المصفى وتحطيه على المصفى من على عين البوتاجاز من فوق، بس أنا كده مولّعة الفرن، فبرضه هاحطه في الفرن. أنا هادهن الوش كده برضه باللبن زي ما أنتم شايفين، بيدّي لمعة حلوة ولون حلو، وعلشان برضه الحاجات اللي أنا هاحطها على الوش لو أنتم عايزين يعني لو أنتم حابين، سمسم على حبة البركة بتبقى مفيدة جدًا، وعايزة أقول لكم إن العيش ده تحفة وطعمه حلو ومغذي جدًا، جدًا. هنا أنا مش عارفة الكاميرا حصل فيها إيه، هي اللي بتعمل zoom لوحدها كده. المهم دلوقتي إن أنا خبزت الحاجات أهو زي ما أنتم شايفين، بس أنا نسيت الشواية هنا في الcup cake ده اللي هو العيش اللي هو معمول في قوالب الcup cake ده، نسيت الشواية مفتوحة، مع إني والله قفلتها. المفروض إن أنا قفلتها يعني، بس يالّا معلش الحمد لله إن هي جات لحد كده. لو أخدت لون زيادة شوية. بُصّوا، جميلة، 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 جميلة. الطبقة من فوق crispy من تحت طرية،
هوريكم دلوقتي شكله عامل ازاي. عامل زي العيش اللي هو المستورد اللي بيجي من بره، مش عارفه اسمه ايه. والله بجد ينفع ان انتوا تعملوه كمان في قوالب الانجليش كيك، ويبقى عامل زي التوست كده، تقطعوا منه شرايح وتعملوه زي، يعني تستخدموه زي التوست بالظبط. بصوا العيش عامل ازاي ولونه تحفه، طعمه تحفه، احلى من العيش الشامي كمان. خدوا بالكم. واحده هتيجي تقول لي طب ويا رشا الفينو اثر معانا في ايه؟ جاهز وبنجيبه على طول. صدقيني اللقمه بتاعه خبز البطاطا دي اطعم و... وافيد كمان، وحلوه قوي مع جبنه. يعني خلينا ناكل ولادنا حاجات طبيعيه، يعني ممكن نعمل لهم جبنه قريش بطماطم مثلا ياخدوها معاهم، ايه المانع؟ ممكن نعمل لهم بيض بالبسطرمه، ممكن نعمل جبنه كريمي. بصوا حاجات كتير، يعني العيش ده حلو قوي بجد، جربوه والله ما هتندموا، حلو قوي.